المصري عبر التاريخ كان معروف بقوته وعزيمته واستعداده لمواجهة أي خطر، من المصريين القدماء لحد الجيش المصري الحديث. مصر دايما كانت صامدة وبتحقق انتصارات كبيرة، وفي الفيديو ده هنكشف مع بعض السر ورا قوة المصريين في الحروب وازاي صمدوا قدام أعتى الجيوش اللي في العالم. وخلينا في الأول نتكلم عن حروب المصريين القدماء والانتصارات العظيمة اللي قدروا يحققوها، مرورا بالمعارك اللي حصلت لحد يومنا النهارده. معركة مجدو واللي كانت حوالي سنة 1457 قبل الميلاد، ودي كانت واحدة من أقدم المعارك المسجلة في التاريخ، واللي قادها الملك تحتمس الثالث ضد تحالف من الممالك الكنعانية بقيادة ملك قادش. واستطاع تحتمس الثالث تحقيق انتصارات استراتيجية من خلال التخطيط الدقيق والاستفادة من عنصر المفاجأة، وقام بقيادة جيشه عبر ممر ضيق وخطير في الجبال، واللي سمح ليه بمهاجمة العدو من جهة غير متوقعة. التكتيك ده أدى لتفكيك صفوف العدو وهزيمتهم بشكل ساحق، واللي خلى مصر تكسب السيطرة على بلاد الشام. أما عن معركة قادش واللي قام بيها الملك رمسيس الثاني، واللي كانت حوالي في سنة 1274 قبل الميلاد بين الجيش المصري بقيادة رمسيس الثاني والإمبراطورية الحبشية بقيادة الملك موتالي الثاني. على الرغم من أن المعركة انتهت بشكل غير حاسم، إلا أن رمسيس الثاني استطاع تحويلها لانتصار كبير ودبلوماسي، وده كان من خلال إبرام معاهدة سلام مع الحيثيين، وهي واحدة من أقدم معاهدات السلام المعروفة في التاريخ. استخدم الملك رمسيس الثاني تكتيكات ذكية جدا زي نشر معلومات مضللة عن قواته، وده اللي خلى الحيثيين يخطئوا في تقدير قوة الجيش المصري وعددهم. أما عن حروب العصور الإسلامية فكان في الفتح الإسلامي في مصر بقيادة عمرو بن العاص، واللي بدأ الفتح الإسلامي في مصر سنة 640 ميلاديا لما كانت مصر تحت الحكم البيزنطي، واللي كانت بتعاني من الضرائب الباهظة وكمان الاضطهاد الديني. واستغل المسلمين الظروف دي علشان يكسبوا تأييد السكان المحليين خاصة الأقباط، وده بعد سلسلة متتالية من المعارك بما في ذلك حصار حصن بابليون. واستسلمت القوات البيزنطية وتم فتح مصر بشكل كامل سنة 642 ميلاديا. وخلينا ننط شوية لمعركة المنصورة واللي كانت عام 1250 ميلاديا بين القوات المصرية واللي كانت بقيادة الملكة شجرة الدر والقوات الصليبية بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا. واستخدم المصريين تكتيكات الكمائن وكمان الحرب النفسية لما قاموا بإغراق قوات العدو في المتاهات الحضارية لمدينة المنصورة، وانتهت المعركة بأسر لويس التاسع وهزيمة الصليبيين، وده اللي أدى لانهيار الحملة الصليبية السابعة. وخلينا ننط شوية كمان ونوصل لمعارك العصر الحديث، واللي منها معركة التل الكبير. ومعركة التل الكبير كانت سنة 1882 بين القوات المصرية بقيادة أحمد عرابي والقوات البريطانية. وعلى الرغم من المقاومة الشرسة، إلا أن التفوق العسكري البريطاني من حيث التسليح والتنظيم أدى لهزيمة الجيش المصري في المعركة دي، وكانت بداية الاحتلال البريطاني لمصر اللي استمر حتى 1952. وهنا اللي حصل ده ما يدلش على ضعف الدولة المصرية، ولكن في ناس كتير كانت بتحاول تغرقها. وهنا نوصل لحرب اكتوبر 1973، وتعتبر حرب اكتوبر واحدة من أعظم الانتصارات العسكرية المصرية في العصر الحديث. وبدأت الحرب بهجوم مفاجئ من قناة السويس لما استخدم الجيش المصري تكتيكات عبور كانت مبتكرة جدا وتدمير خط بارليف المنيع. ونجح بالفعل المصريين في تحقيق انتصار كبير جدا وكان سريع ومؤثر، وده اللي أدى لاستعادة جزء من سيناء وإعادة الاعتبار للجيش المصري بعد الهزيمة بتاعته سنة 1967. خلينا نتكلم عن استراتيجيات المصريين العسكرية. دايما المصريين بيستخدموا التضاريس لصالحهم. المصريين استخدموا التضاريس الطبيعية زي الصحاري والأنهار لصالحهم في الكثير من المعارك. وعلى سبيل المثال في معركة مجدو استغل تحتمس الثالث التضاريس الجبلية لتنفيذ هجوم مفاجئ. كمان تكتيكات الحرب الذكية والكمائن العسكرية. استخدم المصريين الكمائن العسكرية والحرب النفسية بشكل فعال، وده اللي حصل في معركة المنصورة لما تم إغراق الصليبيين في شوارع المدينة. الإصرار والعزيمة القتالية. على مر التاريخ أظهر الجنود المصريين إصرار وعزيمة قتالية عالية جدا، خاصة في حرب أكتوبر لما استعادوا الأرض المحتلة بسرعة وقوة كبيرة. تفتكروا ليه بقى؟ ليه الجيش المصري صعب يهزم؟ أولا لأنه عنده حب الوطن والتضحية الكبيرة. حب المصريين لوطنهم وتضحيتهم من أجله كان دايما عامل رئيسي
في صمودهم أمام الغزاة. كمان الاستفادة من خبرات الأعداء، المصريين استفادوا من خبرات أعدائهم في تطوير أساليبهم العسكرية زي اللي حصل في حرب أكتوبر لما تم استخدام أسلحة وتكتيكات متطورة. التطوير المستمر والاستعداد الدائم على مر العصور حرص المصريين على تطوير جيشهم وتحديث أساليبهم القتالية، وده اللي بيخليهم دايما في حالة استعداد لمواجهة أي تهديد ممكن يجي للبلد. كمان المصريين عندهم عقيدة النصر أو الشهادة، لو عاشوا هيدوقوا طعم النصر، ولو ماتوا هيموتوا شهداء في سبيل الله. عايزين من كل المشاهدين يقولوا لنا في التعليقات ايه رأيهم في دولة كبيرة زي دولة مصر. وفي النهاية حابين نقول ان الجيش المصري والمواطن المصري على مر التاريخ كانوا رمز للصمود والانتصار. دعمك ليا لايك وشير واشترك في القناة، واستنونا في فيديوهات اقوى الفترة الجاية ان شاء الله. وبس كده، سلام.